السلام عليكم جيش الغمازات. يما في ديت ايش قد اشتاقيت. طبعا يا جماعه والله العظيم مشتاق لكم بالعراقي، مشتاق لكم هواي، لانه هذا الفيديو خاصه للشعب العراقي. اعرف ما راح يجيب مشاهدات، بس بدي اوصل الرساله اللي جوا قلبي. طبعا انا تركت فتره طويله السوشيال ميديا، خاصه بعد وفاه ابوي رحمه الله عليه. تقريبا تركت اكثر من سنه ونص او سنتين. من فتره رجعت على التيك توك ونزلت فيديو على التيك توك. اللي صدمني انه كل التعليقات عراقيه: حمودي وينك؟ حمودي فقدناك، حمودي وين الغيبه؟ ارجع يا معود. والله العظيم احبكم، متابعينك من البصره، متابعينك من الموصل، تحياتي لكل المحافظات العراقيه. طبعا اول شيء كثير ناس راح تكتب لي، وقبل كتبوا لي: انت طشيت براس العراق. لي الفخر اني اطش براس شعب جميل حنون لطيف اهل الغيره. والله فديتكم والله. طبعا السبب الوحيد اللي خلى اكثر جمهوري جمهور عراقي، عندي حوالي 32% من متابعيني في اليوتيوب هم عراقيين. اولا لهجتي، انا بالعشائر السوريه من قبيله بني هاشم، تمام؟ فهاي العشائر نحن وقبيله بني هاشم خاصه لهجتنا لهجه بدويه كثير قريبه للهجه العراقيه. يعني ما كثير ناس حاليا، انا موجود بلبنان، كثير ناس تمشي بالشارع: انت عراقي ايش جابك هين؟ يفكروني عراقي. هذا الشيء اللي خلى العراقيين يتابعوني، ولي الشرف. كثير قبل تعليقات: انت طشيت براس العراق، انت تستغل العراق. يا جماعه الفيديو او اليوتيوب او خوارزميه المشاهدات حسب لهجتك، وما حد فهم عليها غير الشعب العراقي والشعب السعودي والشعب السوري. اللهجه شوي مختلفه عن باقي اللهجات، تمام؟ اللهجه العراقيه اقرب كثير للهجتي، تقريبا 90% تشبه لهجتكم. المهم، احب اقول لكل محافظات عراقيه، لكل بنت عراقيه، لكل شاب عراقي: فديتكم عند بيتكم يابا. والله العظيم احبكم من كل قلبي. بعد ما شفت التعليقات اتاكدت انه انتم شعب وفي. يعني تصوروا، بتعليق لفت نظري، وراح اسوي فيديو كامل افرجيكم التعليقات كلها ونقراها نحن وياكم. بتعليق بنيه تقول لي: حمودي، لحد الان يعني مستغرب منه، تقول لي: حمودي انا كنت متابعتك من كنت صغيره، حاليا تزوجت وعندي بنيه وشفت لك الفيديو، ايش قد فرحتني وذكرتني بالطفوله. باقي التعليقات كلها: حمودي انت رجعتنا ذكريات جميله كلش. يعني تصوروا انه انا اكون راسم بسمة على وجوه ناس لحد الان ما ذكرتني. ايش قد كنت محبوب انا عندي هيك ناس. يعني والله العظيم فرحتوني يا اخي، عيوني دمعت لما شفت ايش تعليقات. اتصور انه انت بعد غياب سنتين او ثلاث ترجع، وبي ناس كنت انت سبب فرحتها وضحكتها. يعني بواحد يقول لي: تابعك انا من 4 سنين، رجعتني الذكريات. والله عيوني دمعت. باكر اقرا لكم كل التعليقات. اذا هذا الفيديو وصل 1000 لايك راح انزل لكم تعليقات التيك توك ونشوف. والله راح ارجع من وراكم انتم الشعب العراقي، راح ارجع على اليوتيوب، راح ارجع على التيك توك، راح ارجع على الاغاني والترندات العراقيه. لهجتي ما حد يفهم عليها غير اهل العشائر، اللي هم اهل العراق واهل سوريا والسعوديه. وتحياتي لكل الدول العربيه، ابن عشائر ولا غير ابن عشائر. مذكور بالقران الكريم انه رب العالمين خلق شعوب وقبائل نتعارف، تمام؟ فهذا الشيء عادي، ولا يمكن اصله ما له اصل. وانا هي لهجتي، وهذا اللي حبيته اكثر شيء، اكون بعفويتي. والحمد لله رب العالمين انه لما اشوف تعليقات ناس انتبعتني من 4 سنين لا ناسين شكلي، رغم انه تغير شوي شكلي، لا ناسين ملامح وجهي، ضحكتي: حمودي والله ضحكتنا، حمودي ندعي لك، حمودي اشتقنا لك، حمودي ارجع لنا. اسف على صوت الوليد الصغير اللي قاعد يصيح. خلينا نكون عفو، كل عفويتي. ما راح امسح الفيديو. هذا الفيديو اقول لكم جيش الغمازات، انا كنت اقول لكم جيش ابو القاسم، حاليا جيش الغمازات، لانه هاي الكلمه يوم فديت ايش قد اشتاقيت. اقسم بالله كميه الناس اللي حافظتها لحد الان انا مصدوم. يما فديت ايش قد اشتاقيت. يعني تصور انا ما كنت متوقع انه هالقد لي تاثير، والله العظيم، رغم انه انا محتواي جدا عادي، محتواي رياكشن. والناس راح تقول لي: انت طشيت براس العراق. اكبر شرف لي ان اطش براس شعب جميل مثقف راقي، اهل الحضارات، اهل الغيره، اهل الكرم، اهل الجود. تحياتي من قلب سوري لكل عراقي قاعد يشوفني، لكل بنت عراقيه، لكل شاب عراقي خارج البلد وداخل البلد. تحياتي لكل العراقيين بكل طوائفها بكل محافظاتها. تاج وباج. ربي يحفظكم، وربي يديم الصحة والعافية والأمان على بلد سوريا وعلى بلد العراق وعلى كل بلاد الشام وبلاد الرافدين وكل الوطن العربي. أحبكم. مرة أخيرة أقول لكم: جيش أبو الغمازات، حساب الانستغرام والتيك توك هيك. إذا هذا الفيديو وصل عدد كبير، وإذا ما وصل أنتم توصلونا، أعرفكم كفو. ربي يخليكم. انتظروني بباقي الفيديوهات الجميلة، نرجع ذكريات قبل يافا. السلام عليكم.